من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. إصابة 19 مواطنا بفيروس كورونا. مدرسة حلايب فنية تخرج 94 طالبا. الأمطار تحدث الأضرار في شامبوكو وملقي. شهادة صحية جديدة لعبور الحدود الأوروبية، وسلالة الهندية تتفشى بسرعة. منتدى جيل المساواة يتعهد تقديم 40 مليار دولار لدعم حقوق المرأة. مجلس النواب يقر بطاقة تمويلية للأسر الأكثر فقرا بالتزامن مع بدء رفع الدعم. أهلا بكم. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجرت اليوم الأول من يوليو في مراكز العزل بأقاليم الأوسط والجنوب وشمال البحر الأحمر أظهرت إصابة 19 مواطنا بفيروس كورونا، وظهر 13 من الإصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط، وثلاثة في منفرة في الإقليم الجنوبي، وثلاثة إصابات في إقليم شمال البحر الأحمر، 2 في قندع وواحدة في أفعبت. في غضون ذلك شفي 47 مريض كورونا، 26 من الإقليم الأوسط و19 من الإقليم الجنوبي واثنان من إقليم جنوب البحر الأحمر. وتوفي مريضا كورونا أحدهم من الإقليم الأوسط يبلغ من العمر 73 عاما، والثاني من الإقليم الجنوبي يبلغ من العمر 70 عاما. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6028، شفي منهم 5559، وتوفي 25 مريض كورونا، فيما لا يزال 444 مريض يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة الأول من يوليو لعام 2021. خرجت مدرسة حلايا الفنية بأسمر 94 طالبا اليوم في دراسة لعامين في مجالات تقنية آليات أعمال الحدادة وصيانة الكمبيوتر ومد الشبكات. وقال مدير المدرسة الأستاذ إرقاوي تخلاي أن مدرسة حلايا الفنية التي كانت تسمى في السابق معهد بوفوني الفني استقبلت من العام 1996 وحتى عام 2004 150 طالبا من جامعة أسمر للدراسة بدرجة الدبلوم المتقدم في تقنية الآليات والكمبيوتر. وذكر بأن المدرسة استقبلت بعد إعادة التنظيم الذي جرى بالعام 2011 طلاب من الصف العاشر من مدارس الإقليم الأوسط الثانوية، وقامت بتخريجهم بعد دراسة عامين بدرجة الشهادة، وخرجت حتى الآن 372 طالب. وأوضح مسؤول مراقبة الجودة التعليمية في وزارة التعليم السيد معشق برتنسي أن تنمية القدرات البشرية حجر الزاوية لبرامج التنمية، لذلك يمنح التعليم المهني والفني أهمية كبيرة على مستوى البلاد. وأفاد ممثل الخريجين أنهم يتخرجون باكتساب معرفة أكاديمية وفنية جيدة، متعهدا العمل بالتفاني في التنمية والإعمار. أحدثت الأمطار المصحوبة بالرياح والثلوج التي هطلت يوم 29 من يونيو الماضي في مديريتي شامبوكو وملقي أضرارا بالمنازل والمواشي والأشجار. واقتلعت الرياح التي صحبت الأمطار ألواح الزنك من 8 فصول دراسية و4 مكاتب في مدرسة ضاحية بشوكة ومديرية شامبوكو، وانهيار جزئي لسور المدرسة، ودمار عدد كبير من القطاط والأشجار. وتوقف التيار الكهربائي في بنبنة وشامبوكو وبشوكة للأضرار التي لحقت بأعمدة الكهرباء. وفي نفس اليوم نفقت 12 بارة جرفتها سيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح والثلوج في ضاحية تقول بمديرية ملقي، ودمار مزارع في مساحة 125 هكتارا، ودمار عدد كبير من الأشجار، واقتلاع ألواح زنك فصلين دراسيين. تبرع الإريتريون المقيمون في جنوب السودان في إطار تبرعهم للمرة الخامسة
للتصدي لجائحة كوفيد-19 تبرعوا ب90,975 دولار و16 مليون و753 ألف جنيه جنوب سوداني. ووفق المعلومات التي أدلت بها السفارة الإريترية في جنوب السودان بأن عمال مختلف المؤسسات تبرعوا في المرحلة الخامسة ب91,825 دولار و16 مليون و753 ألف جنيه، وأصحاب شركة إمها للبناء والتجارة العامة 3,000 دولار، وأصحاب الفنادق الصغيرة والورش والعيادات والصيدليات ومؤسسات أخرى 16,150 دولار أمريكي. وقد تبرع الإريتريون في جنوب السودان خلال المراحل الأربعة ب 589,990 دولار أمريكي، وكذلك 6,525,800 جنيه جنوب سوداني. وتوضح المعلومات الواردة بأن الإريتريين في جنوب السودان تبرعوا للتصدي لجائحة كوفيد-19 في 5 مراحل ب 680,965 دولار أمريكي و23 مليون و278 و800 جنيه. من جهة ثانية تبرع الإريتريون في قطر بمناسبة فعاليات إحياء 20 من يونيو يوم ذكرى الشهداء التي جرت بمشاركة عدد محدود ب 1996 ريال لصالح تنمية أمانة الشهداء. قام قسم النظام والقانون بالتعاون مع إدارة منشأ في مديرية الشعب ومكتب وزارة الصحة والشرطة بخطوات ضبط المواد المنتهية الصلاحية. وأفاد مراسل إيرانا ضبط الكثير من المواد الاستهلاكية التي انتهت صلاحيتها. ووجهت الدعوة في المناسبة للمواطنين ضمان التأكد من الصلاحية أثناء شراء البضائع وإبلاغ الجهات المعنية في حال وجود المواد المنتهية الصلاحية. ودعا مسؤول الصحة العامة في المديرية السيد إيوب الجميع إبداء الاهتمام إدراكا للأضرار الصحية للمواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية. نفذت قرى عونا عندوم وعندوسكودوم وجنباب وعدكودول في مديرية صورونا الإقليم الجنوبي برامج الإصحاح البيئي بالكامل. وقال مسؤول مكتب الصحة في المديرية الممرض تسفى مريم سمراب في مراسم التدشين أن 40 قرية نفذت البرامج على مستوى المديرية، وهذا دليل على ارتقاء الوعي المترسخ. من جهته أوضح القائم بأعمال مكتب الصحة في الإقليم السيد مدهاني جبر ميكيل أهمية الإصحاح البيئي في تأمين الصحة المجتمعية، لذلك تجري وزارة الصحة وشركاء العمل جهود جادة في هذا الشأن. ووضح في المناسبة تنفيذ 40 قرية من أصل 96 قرية في المديرية برامج الإصحاح البيئي، فيما توجد المناطق المتبقية على قيد التنفيذ. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. يأمل الاتحاد الأوروبي في استئناف السياحة التي جمدت بسبب وباء كوفيد-19 مع شهادة صحية للمسافرين رغم حملات التلقيح التي جرت بسرعات متفاوتة وتهديد المتحور دلتا التي تسببت بعدد وفيات قياسي في روسيا. وسيتعين اعتبارا من اليوم الخميس إبراز شهادة صحية جديدة لعبور الحدود الأوروبية تفيد بأن حاملها تلقى التطعيم أو شفي من كوفيد-19 أو لديه نتيجة اختبار سلبية. وصارت الشهادة إلزامية للسفر في 33 دولة في القارة العجوز، رغم أن قواعد الدخول والخروج تتفاوت بحسب الوجهات. وعزلت متحورة دلتا الأشد عداوة في بادئ الأمر في الهند، لكنها تنتشر اليوم في 85 دولة على الأقل بحسب منظمة الصحة العالمية، وخصوصا في روسيا التي سجلت الأربعاء حصيلة قياسية جديدة من الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، مع 669 وفاة خلال 24 ساعة. أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي نظمت منتدى جيل المساواة المنتدى الأممي في باريس
أن الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات الخيرية والشركات الخاصة المشاركة تعهدت في مستهل المنتدى بتوفير استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار دولار لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والتصدي لقوى محافظة وذكورية تهدد مكتسبات النساء حول العالم. وأعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي نظمت منتدى جيل المساواة في بيان أن هذا المبلغ يشمل 17 مليار دولار تعهدت توفيرها الدول، وحوالي 10 مليارات تعهدت تقديمها البنك الدولي. وانطلقت أعمال هذا المنتدى حضوريا وعبر الإنترنت، وسيستمر حتى الجمعة، وهو أهم مؤتمر حول المساواة بين الجنسين منذ قمة بكين في عام 1995. ويهدف المؤتمر إلى الحصول على التزامات ملموسة من الدول وكذلك من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية. ويفترض أن يؤدي المؤتمر إلى وضع خطة تسريع عالميا نحو المساواة حول مواضيع عدة مثل العنف بحق النساء والحق في الجسد والمساواة الاقتصادية. صادق مجلس النواب اللبناني الأربعاء على تخصيص بطاقة تمويلية للأسر الأكثر فقرا في خطوة تتزامن مع بدء رفع الدعم عن المواد الأساسية تدريجيا بينها المحروقات. وربطت السلطات رفع الدعم بإقرار البطاقة التمويلية للعائلات الأكثر حاجة في بلد بات 55% من سكانه تحت خط الفقر، على الواقع أن الأزمة الاقتصادية صنفها البنك الدولي بين الثلاث الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. وقدرت الحكومة كلفة البطاقة التمويلية ب 556 مليون دولار، وتأمل أن تتمكن من تمويل 300 مليون منها عبر قروض من البنك الدولي، على أن يتكفل المصرف المركزي بالمبلغ المتبقي وفقا ما قال مصدر حكومي مطلع. ذكرت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية إن ما لا يقل عن 16 شخصا أصيبوا في انفجار هائل في أعقاب محاولات إدارة الشرطة تفجير مخبأ للألعاب النارية غير قانونية في جنوب المدينة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الانفجار وقع أثناء محاولة الشرطة احتواء الألعاب النارية غير قانونية. وأوضح أن الانفجار تسبب أيضا في تضرر عدة مباني. وقبل الختام هذه أبرز العناوين. إصابة 19 مواطنا بفيروس كورونا. مدرسة حلايا الفنية تخرج 94 طالب وطالبة. الأمطار تحدث الأضرار في شامبوكو ومولكي. شهادة صحية جديدة لعبور الحدود الأوروبية والسلالة الهندية تتفشى بسرعة. منتدى جيل المساواة يتعهد بتقديم 40 مليار دولار لدعم حقوق المرأة. مجلس النواب اللبناني يقر بطاقة تمويلية للأسر الأكثر فقرا بالتزامن مع بدء رفع الدعم. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وإلى اللقاء.